ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكم طريقتين فرد للفطير المشلتت من احسن الطرق اللي ممكن تطلع معاكم الفطير المشلتت ناجح جدا، ويكون خفيف ومورق وبسيط، وكمان هيكون على الرخامة بتاعتك بكل سهولة، ويكون مورق وخفيف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. دول احسن طريقتين ممكن تقابليهم لفرد الفطير المشلتت بكل بساطة وسهولة. كده هنعملهم مع بعض ونقوله ازاي يتعملوا. ده كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، ودي كوباية ونص من المية، حطيت عليها معلقتين سكر كبار ودوبتهم، وبعد كده هضيفهم على الدقيق. المية طبعا انزلي بيها واحدة واحدة، لانك ما تعرفيش لسه الدقيق بتاعك بيشرب المية قد ايه. في دقيق بيشرب مية وفي دقيق ما بيشربش مية كتير، فانزلي بيها واحدة واحدة واعجني في العجينة كتير لحد ما تبقى معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. اهم حاجة في الفطير المشلتت، ودي اول نصيحة مهمة فيه، ان هو يتعجن كتير جدا علشان يكون ليه عرق ويمط معايا ما يتقطعش. عجنتها، حطيت عليها الاسترتش، سبتها مش اقل من نص ساعة، ودي تاني اهم نقطة في الفطير المشلتت، ان هو يستريح. لو ريحت العجينة هتعرفي تتعاملي بيها كويس اوي وتتفرد متتقطعش. بصوا شكل العجينة لما بتستريح بتكون عاملة ازاي، بعد ما تكون اتعجنت كويس اوي لمدة طويلة واستريحت كمان مدة طويلة. خلينا نبقى عارفين ان كيلو الدقيق بيعمل 3 فطيرات حجم كبير. دي اول طريقة لفرد الفطير. قسمتهم الكيلو ل3 كور كبار، وكل كورة هقسمها ل4، يبقى تاني الكيلو بيعمل 3 فطيرات كبار. قسمت الكيلو ل3 كور، وكل كورة قسمتها ل4 كور. بدهن كده صينية عندي من زيت، وكمان الكور بدهنها من فوق من الزيت وبغطيها علشان ما تنشفش، وبرضو بسيبها تستريح مش اقل من تلت ساعة كده ولا حاجة. المرة دي باجي بقى امسك كورة كورة، ببدأ ادهنها. ايه المادة الدهنية اللي انا بستخدمها؟ ايا كان، زبدة او سمنة او خليط ما بين السمنة والزيت مع بعض، لكن زيت لوحده ما يفضلش قوي، مش هيطلع الرقاق بالطراوة بتاعة الزبدة او السمنة. مسكت اول كورة فردتها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، وبسكينة او بقطعة بيتزا هبدأ اوريكم ازاي هعملها. بس قبل ما نقطع لازم ادهن من دي في الوصفة دي كانت زبدة. تمام، فردتها كده ومسحت كويس قوي. اهم حاجة افردي العجينة على قد ما تقدري، تبقى رقيقة معاكي، وما تقلقيش اللي هيتقطع مش مشكلة خالص لو حتت اتقطعت منك. بعد كده فتحتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها، ولم الطبقات على بعض. طبعا كل طبقة مدهونة فبتتحط على اللي فوقيها، عاملة عازل من المادة الدهنية ده اللي بيخليها تورق معاكي. لميتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، كورة بالشكل ده كده، واخليها على جنب، وابدأ اخد تاني كورة. احنا الفطيرة بنستخدم فيها 4 كور من الصغيرين. فردتها بنفس الطريقة، حطيت برضو الزبدة بتاعتي، فردتها كده خليتها رقيقة خالص، وقطعت وبحط الكورة في النص الأولى، وببدأ ألم عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الكورتين مع بعض برضو هلمهم واحطها على جنب، وابدأ اخد الكورة التالتة. طبعا انا عملت 4 كور في فطيرة، انتي يعني بحريتك خالص، عايزة تخليهم 3 كور في فطيرة مفيش اي مشكلة، على اساس تبقى الفطيرة اصغر. بس انا بحب اعمل الكيلو على 3 فطيرات كبار كده. دي كانت تالت كورة، عملت نفس الخطوات اللي قبل كده ولميت عليها. ودلوقتي هاخد الكورة الرابعة. كل ما العجينة تبقى مستريحة معاكي، كل ما هتعرفي تفرديها وما ترجعش تلم معاكي تاني. بص لما بفردها ما ترجعش تلم معايا تاني العجينة. المادة الدهنية بتساعد ان الفطيرة زي ما تكون مثلا نقول ايه بتتزحلق كده وتتفرد معاكي. فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما بقت خفيفة خالص ورقيقة. دي كانت اخر كورة كده هلمها، لميتها كويس اوي كده زي ما انتوا شايفين، وبشيلها على جنب، وابدأ اعمل تاني فطيرة. لازم تستريح بعد ما قعدنا نفرد ونعمل فيها كل ده، لازم تستريح.
دي برضو تاني فطيرة 4 كور، نفس الكلام، فردت ودهنت وقطعت وبرجع ألم الطبقات على بعضها. أنا ماشية معاكم واحدة واحدة علشان ما نتلخبطش أو حاجة تفوت مننا، ولو مشيتوا على نفس الطريقة هتلاقوا نتيجة هتعجبكم جدا في الفطير. نفس الخطوات ونفس الكلام. أنا بدأت أسرع، كل كرة باخدها أفردها أدهنها أقطعها، أحط الكرة في النص وأبدأ ألم عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شدوها كده ولموها، خلوها من فوق كده سطحها يبقى مستوي. ودي كانت آخر كورة في الفطيرة التانية. طبعا سبتهم يستريحوا، لازم يستريحوا معاكي، وإلا لما تبططيها مش هتلاقيها بتتبطط معاكي. دهنت صينيتي، بدأت أفردها كده زي ما انتوا شايفين. املي بيها الصينية عشان تبقى خفيفة معاكي. أنا هرجع لها تاني. دي كانت التانية، دهنتها برضو. بحط على الوش كده مسحة من السمنة، وما احط عليها معلقتين من القشطة. ادهن القشطة وهي داخلة الفرن. الفرن بتاعي طبعا بسيبه يسخن حوالي تلت ساعة، يسخن جامد خالص. الفطير لازم يدخل او اي مخبوزات على فرن سخن عشان يشد ويرفع معايا على طول. ببقى عاملة النار ازاي؟ ببقى فاتحة من تحت النار من تحت والشواية من فوق، وبلاحظ النار كويس قوي معايا. اخدت لون من تحت مثلا بهدي خالص وبرفعها على الشبكة. بصوا كده وهي في الفرن بتتنفخ كده وبتورق وبتبقى حلوة وجميلة جدا. بصوا شكل الفطير عامل ازاي. دي كانت اول طريقة معايا للفطير المشلتت. اتمنى انكم تجربوها، هتعجبكم جدا وهتبقى حلوة قوي معاكم. بيبقى طري وخفيف وهش جدا. هقطع معاكم كده جزء عشان تشوفوه. طبعا هو كان سخن جدا، كنت اساسا ماسكاه بالعافية، بس بحاول كده، عايزة احاول اوريكم الطبقات بتاعته اللي من جوه. جربوه هيعجبكم جدا، في كتير قوي جربوا الطريقة دي وعجبتهم جدا. بص برضو لما تقطعي كده، لولا انه سخن بس فانا مش عارفة اقطع قوي وامسكه كويس قوي. تاني بقى طريقة معايا في الفطير المشلتت، ودي طريقة برضو سهلة جدا. على فكرة انت ممكن تعملها على دقيق وممكن تعملها على مادة دهنية اللي يريحك. بعمل ايه؟ انا عجنت العجينة بمسكها كلها افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي طريقة سهلة برضو جدا. لو المساحة بتاعة الرخامة عندك ما تسمحش ان انتي تفردي العجينة كلها، قسميها مثلا على جزئين، مفيش اي مشكلة. انا فردتها كلها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. اهم حاجة تبقى رقيقة معايا جدا عشان الفطير يبقى خفيف. حطيت المادة الدهنية بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، بوزعها كويس. مساحة الفطير بيحب شوية تبقى سمنته كتير او الزبدة بتاعته عشان يورق. بعد ما فردت العجينة كلها طبقة خفيفة قوي، ببدأ ارولها كده، ابرمها لحد الاخر. طبعا انت بتبرمي على السمنة، فالفطيرة كلها بتت الفطيرة كلها بتاخد معايا من السمنة. برمتها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده هبدأ اقطعها. المرة دي عملت الفطيرة على 4 عشان يكون حجمها اصغر. حبيت برضو اوريكم الحجم لو على 4 هيكون قد ايه. كل واحدة
بجيب صينية ادهنها واحطها فيها علشان تستريح. اهم حاجة راحة العجين في الفطير علشان زي ما قلتلكوا تعرفي تتعاملي معاه. غطيتها وسبتها من تلت ساعة لنص ساعة لحد ما استريحت خالص. بعد كده بقى باجي على الرخامة بتاعتي، بحط سمنة او زبدة وهاخد جزء جزء من العجين بتاعي وابدأ افردها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. افردي خليها رقيقة على قد ما تقدري. بصوا انا بفردها خالص، اللي يتقطع معاكي مش مشكلة خالص، بتتلم على بعضها ومش هتبان في الاخر. ببدأ بقى اقفلها على بعض بالشكل ده. طريقة برضو سهلة وبسيطة جدا مفيهاش اي تعقيدات. وكده بقت الفطيرة جاهزة معايا. هسيبها تستريح وارجع للي بعدها اعملهم بنفس الطريقة. اختصرت عليكم الفيديو موريتكمش واحدة واحدة، بس طريقتها سهلة جدا. بعد كده هبدأ افردها. دي طبعا انا مقسمة الكيلو ده على 4 فطيرات. بصوا دي حجم ده كده حجم الفطيرة، بيكون اصغر شوية. الاتنين نتيجتهم يعتبر واحدة، نفس النتيجة، نفس التوريقة والهشاشة بتاعة العجين. ممكن تحطي زبدة وقشطة او ممكن تحطي شبه المرة دي قشطة بس، وبتكون النتيجة جميلة معاكو قوي. الفيديوهين موجودين على القناة عندي، نجحوا جدا وناس كتير جربتهم وعجبوهم. لو عايزين ترجعوا لهم براحتكم هتلاقيهم على القناة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وانا حبيت اجمع لكم الطريقتين في فيديو واحد. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. باي باي.